بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم طلبة وطالبات الثانويات العامة. النهاردة ان شاء الله هنكمل مراجعة ليلة الامتحان في الفصل الرابع. نبدأ، يلا بينا، بسم الله. اول سؤال بيقول لنا: اثناء معايرة تدريج جهاز الاميتر الحراري كان الشكل التالي يوضح موضع مؤشر الاميتر الحراري عند مرور التيار. يبقى لما نيجي نبص كده بيقول لنا في الوضع اللي قدامنا ده، الوضع اللي قدامنا دوت بيوضح ايه؟ مؤشر الاميتر الحراري لما مر تيار اي. طب وبعدين هو عاوز ايه؟ هو عاوز يشوف الوضع الصحيح لما يمر تيار قدره 2 اي، يعني عايز يضاعف شدة التيار وعايز يقول لنا هيكون التدريج شكله عامل ازاي. عشان اعرف اجاوب سؤال زي كده لازم نكون عارفين ان الاساس العلمي للاميتر الحراري ان الطاقة تتناسب تناسبا طرديا مع مربع شدة التيار. طيب التيار كان اي بقى 2 اي، فالتيار زاد للضعف، صح؟ طيب فلما نيجي نشوف كده الطاقة يحصل لها ايه؟ التيار لما يزيد للضعف يبان قوي ان الطاقة لازم تزيد 4 امثالها، صح؟ فبالتالي لما اجي اختار التدريج اختار التدريج اللي قدره 4 امثال التدريج الاول. التدريج الاول كان وحدة واحدة، صح؟ من صفر لاي. المفروض لما اختار الاتنين اي تبقى عند الوحدة رقم 4. فبالتالي الحل المناسب هنا هيكون الاختيار 3. ليه؟ لان من صفر لاي دي وحدة، صح؟ طيب في وحدة كمان، ادي الوحدة التانية، ادي الوحدة التالتة، ادي الوحدة الرابعة. فبالتالي فعلا بعد 4 وحدات سجل 2 اي، وفعلا ده يبقى الاختيار الصحيح ويكون معانا الاختيار ج. ويلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 2 بيقول لنا: يثبت سلك الاميتر الحراري على صفيحة معدنية لها نفس معامل تمدده الحراري. ليه؟ لان احنا عارفين ان الجهاز من عيوبه ان هو بيتاثر بحراره الجو، وطالما بيتاثر بحراره الجو عشان نتخلص من المشكله دي ونتخلص من الخطا الصفري نشد السلك على شريحه او صفيحه لها نفس معامل التمدد الحراري. يبقى ليه بيثبت سلك الاميتر الحراري على شريحه او صفيحه لا نفس معامل التمدد الحراري؟ طبعا عشان نتخلص من ايه يا شباب؟ من الخطا الصفري، وهيكون معانا الاختيار الف. السؤال رقم 4 بيقول لنا: في الدائرة المقابلة مصدر متردد متوصل بملف X، ملف حثه الذاتي L، طبعا عديم المقاومة الأومية، يبقى هي دايرة L بس، خلاص؟ وقال لنا القيمة الفعالة لشدة التيار ب 2 أمبير، يبقى هنا مديني التيار. جميل جدا. فما التعديل الذي يجب إجراؤه حتى تتضاعف شدة التيار؟ تعالى بالراحة كده نفكر. هو التيار عشان يتضاعف يعني يزيد للضعف، يعني لازم يحصل ايه؟ لازم نقلل المعوقة للنص او المفاعلة للنص. هنا المفاعلة اللي موجودة مفاعلة حثية. طيب يبقى مبدئيا كده انا دلوقتي عشان اعرف هعمل ايه لازم نقلل المفاعلة للنص، يبقى لازم نوصل مع الملف اللي قدامنا ملف اخر على التوازي، علشان لما يتوصل على التوازي يقلل لك المعوقة. حلو قوي. طيب تعالى بينا اما نشوف الصيغه اللي هو مديها لنا. الفي بتساوي 200 ساين 100 باي تي. طبعا احنا اخدنا في الدينامو ازاي بنتعامل مع الصوره دي. الفي بتساوي 200 ساين 100 باي تي. قلنا بنطلع منها البيانات اللي احنا محتاجينها ازاي؟ بنكتب تحتها معادله بتاعه القيمه الفعاله للجهد المتردد من الدينامو اللي كانت بتساوي في ماكس ساين 2 باي اف تي. اذا لو انا نظرت المعادلتين ببعض هنلاقي ان الفي ماكس اهوت يا جماعه بكام؟ ب 200. وهنلاحظ ان ال 100 ديت بتساوي ايه؟ 2 اف. طب طالما ال 100 بتساوي 2 اف يبقى الاف بكام يا جماعه؟ ب 50. يبقى هنا هنلاحظ ان الفي ماكس ب 200 فولت، وهنلاحظ ان التردد بيساوي 50 هرتز. طب انا عاوز اعمل ايه بقى؟ عايز اخلي الاكس ال تقل للنص عشان التيار يزيد للضعف زي ما هو عاوز، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ طيب هنجيب الاكس ال في الوضع اللي قدامنا دلوقتي اللي هو المفاعله الحثيه للملف اللي قدامنا. انا معايا الفي ومعايا الاي، نقدر دلوقتي نجيب الاكس ال اهو. يلا نركز. الاكس ال اهي هتساوي الفي على الاي، صح؟ الفي 200 بس ده الماكس يا حبيبي، لازم تضربها في 1 على جذر 2 عشان دايما بنتعامل بالقيمه الفعاله، لان التيار اللي هو مديهولك في السؤال ب 2 امبير ده قيمه فعاله، فلازم يبقى التيار والجهد هما الاتنين زي بعض، قيمه فعاله 2. ونطلع القيمه ونشوف هيطلع الاكس ال بكام.
هيطلع قيمه الاكس ال يا جماعه ب 70.7 اوم. خلاص انا دلوقتي عاوز الاكس ال تقل للنص، مش كده؟ يبقى هوصل معاها مقاومه زيها. نعرف نجيب معامل الحس بتاعها بقى. انا اتفقت معاك ان احنا لازم نوصلها توازي، بس ايه اللي يحدد الاختيار النهائي بتاعنا؟ نجيب معامل الحس بتاع الملف. حلو. انا عشان اجيب ال بتاعت الملف هقول كده ال بتساوي اكس ال على 2 باي اف. ولما نعوض يا جماعه عن الاكس ال اللي احنا لسه جايبينها ب 70.7 على 2 باي، الباي ب 22 على 7 في الاف اللي انا لسه جايبه من شويه ب 50 اهو، ونعوض تعويض مباشر هنجيب قيمه ال هتطلع ال ب 23 من 100 تقريبا هنري. يبقى لازم يتوصل مع الملف اللي عندنا ملف اخر مماثل ليه معامل حثه 23 من 100 هنري. يلا بينا كده نشوف انهي اختيار، ويتوصل طبعا على التوازي عشان يقلل المعوقه او المفاعله للنص فالتيار يزيد للضعف. يبقى نختار هنا ايه يا شباب؟ اهو ملف حثه الذاتي 23 من 100 ويتوصل على التوازي ويكون معايا الاختيار الف. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5 معانا بيقول لنا في الدائره الموضحه بالشكل اذا كان المصدر والملف مقاومتهم مهمله، يقصد يقول المقاومه الأومية بتاعت الملف يعني مهمله، والملفات متماثله. انا عايز اعرف قرايه الاميتر اللي قدامي مره عند غلق المفتاح ومره عند زر تردد المصدر. تعالى كده نشوف الرسمه تاني. يعني قرايه الاميتر ده لما نغلق المفتاح هتكون ظروفها ايه؟ تعالى كده بالراحه نفكر. انا عايز حد يقول لي هو الاميتر دلوقتي بيقرا تيار الفرع اللي فيه الملف واي، صح؟ فرضا ان جهد المصدر في والمفاعلات ديت اكس ال اكس ال اكس ال. في الاول كان بيقرا تيار فرع، صح؟ هو لما نغلق المفتاح ده مش السلك الفاضي يلغي الملف زد؟ يبقى ساعتها التيار كله هيمشي في الاميتر فالاميتر قرايته تزيد. واحد يقول لي يا مستر هاتها لي بالقوانين، هقول لك حاضر. هقول لك ان قرايه الاميتر في الاول كانت بتساوي في على الاكس ال اللي هي مقاومه الفرع بتاعه لان هو على التوازي مع المصدر. طب لما نغلق المفتاح الملف زد اتلغى وساعتها الاي الجديد هيساوي في على اكس ال، واكس ال بقى هيبقوا توازي بس، يعني على نص اكس ال. هو اكس ال واكس ال نص اكس ال. مش ملاحظ حاجه؟ ان المعوقه او المفاعله الحثيه قلت فالتيار العام يزيد، اذا الاي 2 هيبقى اكبر من الاي 1. ففعلا قرايه الاميتر دهيت هتزيد لما نغلق المفتاح. حلو كده؟ فالمفروض هبص الاختيارات، قرايه الاميتر هتزيد لما نغلق المفتاح، يبقى انا محتار ما بين الف وب. اللي هيقرر ويحدد هو زياده تردد المصدر. يلا اما نرجع للمصدر ونشوف المصدر اللي قدامنا ده يا جماعه. لو انا زودت تردده يعمل ايه؟ بكل بساطه تردده لما يزيد الفرع ذات نفسه المفاعله بتاعته هتزيد، يبقى الاميتر قرايته هتقل. خلاص. فالمفروض عند غلق المفتاح تزداد، عند زياده التردد تقل. يبقى عرفنا ليه يا جماعه قرايه الاميتر هتقل لما ازود التردد، لان مفاعله الفرع بتاعه هتزيد فتيارها هيقل. ويلا بينا اما نشوف النمط اللي بعده والفكره اللي بعدها. السؤال رقم 6 بيقول لنا 3 ملفات حث مهمله المقاومه الأومية متصله معا كما بالشكل اذا كانت القيمه الفعاله للتيار المر في الدائره 5 امبير وبإهمال الحث المتبادل بينهما اوجد لي قيمه ال. طبعا يا جماعه في الرسمه اللي قدامنا هو مديني التيار اللي ماشي في الدايره ب 5 امبير اهو. التيار ب 5 امبير. نعرف دلوقتي نجيب قيمه ال. طب بالراحه نقول السيناريو بتاعنا نعمل ايه؟ هنجيب الاكس ال الكليه، الاكس ال داش، ولو جبت الاكس ال داش هعرف اجيب ال داش، ولو جبت ال داش هعرف اجيب ال اللي جوه ال داش دي. يلا ننفذ. يلا يبقى اول خطوه هنعمل ايه يا شباب؟ هنجيب الاكس ال الكليه، ان انا هقول الفي على الاي. نشوف في الرسمه الفي مديهولي ب 200 والاي 5، يبقى 200 على الخمسة. 200 على الخمسة هيطلع ادي 40 اوم. خلاص هيطلع الاكس ال داش 40 اوم. طب تعرف بقى تجيب لي ال داش؟ طبعا اقدر احسب ال داش. هقول ال داش يا جماعه بتساوي ايه؟ اكس ال داش على 2 باي اف. الاكس ال داش لسه جايبها ب 40 على 2، الباي ب 22 على 7، الاف نشوفهم دول بكام؟ ب 100 على باي. فعشان كده بقول لك ايه؟ سيب الباي زي ما هي بقيمتها باي. ليه هعمل كده؟ عشان لما اقول باي في 100 على باي
الباي تروح مع الباي، يبقى احنا مستخدمين نفس القيمه يعني. طبعا هيبقى 40 على ال 200، ونشوف ال داش هتطلع كام. هتطلع معايا ال داش ب 2 من 10 هنري. نعرف بقى نجيب ال اللي جوه ال داش دي. طبعا الملفين اللي فوق دول الواحد من 10 والاتنين من 10 زي ما احنا شايفين انهم مع بعض توالي، يعني الفرع اللي فوق 3 من 10. طيب نعرف بقى نجيب ال عادي خالص اهو. هنروح نقول له كده، مش ال داش بتساوي 3 من 10 الفرع اللي فوق، الفرع اللي انا عايزه ال على 3 من 10 زائد ال اللي هو ضربهم على جمعهم، يعني ده كله بيساوي 2 من 10. اقول لك على حاجه، هيطلع ال ب 6 من 10. في ناس جابوها مجرد النظر من شويه، لما تبقى المحصله 2 من 10 وفرع منهم 3 من 10 يبقى ده اكيد 6 من 10، علشان 6 من 10 و3 من 10 يديني 2 من 10، وهيكون معايا الاختيار ألف. السؤال رقم 7 بيقول لنا تتكون دائرة من دينامو تيار متردد عديم المقاومة الأومية، وأنا عايز أعرف الشكل البياني ما بين الأي ماكس والإف. طبعا المعلومة دي فضلنا نتكلم عليها كتير جدا. بنقول يا جماعة في دائرة الملف التردد لا يغير التيار. ليه؟ علشان أنا عارف إن الأي هيساوي الفي بتاعة المصدر، وهي الفي ماكس عشان عايز أجيب الأي ماكس، على الإكس إل. طبعا الفي ماكس ابن 2 باي اف على 2 باي اف ال. طبعا الاف لما تطير مع الاف ده معناها ايه؟ ده معناها الاي مش هيتغير بتغير التردد، فبالتالي هنا هيكون الاختيار المناسب هو الاختيار ألف، أن التيار القيمة العظمى للتيار أو حتى التيار الفعال لا يتأثر بتغير التردد. ونشوف مع بعض السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 بيقول لنا أنا عندي في الشكل دايرتين زي ما احنا شايفين، دايرة فيها مقاومة أومية ودايرة فيها ملف. حلو؟ كل من الدايرتين لهم نفس فرق الجهد، يعني الفي مصدر هنا هي الفي مصدر هنا. طيب وبعدين بيقول لنا إذا افترض أن جهد المصدرين لهما نفس الطور. أنا عايز أعرف فرق الطور بين التيار اي ال واي ار هيمثل إيه؟ تعالى بينا بالراحة نفكر مع بعض. في الدايرتين الاتنين لهم نفس الجهد، فالجهد في حالة المقاومة هو الجهد في حالة الملف. اتفقنا كده؟ طيب يعني نفس القيمة. طب في حالة المقاومة، تيار المقاومة لو أنا هرسمه هوضحه كده إن التيار اللي ماشي في دايرة المقاومة ليه نفس جهد المقاومة، الاي ار ليه نفس الجهد. بينما الاي ال لو أنا جيت فكرت كده ورسمته، هو الاي ال يا شباب مش تيار الملف بيتأخر عن الجهد؟ هو تيار الملف بيتأخر عن الجهد، يبقى ارسمه ازاي؟ ارسمه لتحت كده، ده الاي ال، لان فعلا في دايرة الملف الجهد هو اللي بيسبق التيار. طيب ركز بقى على الخط اللي بالازرق ده اهو، اللي هو تيار المقاومة وتيار الملف. هتلاحظ ان تيار المقاومة بيسبق تيار الملف بزاوية 90 درجة. ايوه ده متركز كده عند ال 360 وده عند ال 270، ففعلا الاي ار يسبق الاي ال. فلو انا حتى عايز ارسم الاي ار والاي ال، هتلاقي الاي ال لو انا رسمته على السيني الموجب هتلاقي الاي ار لازم يترسم على الصادي الايه يا شباب؟ الصادي الموجب بالمنظر ده. فبالتالي انهي شكل ممكن يعبر عن الموقف بتاعنا؟ الاي ار على الصادي الموجب والاي ال على السين الموجب. هنا بقى دخلنا على دايره المكثف، وعارفين ان المكثف هو عباره عن جهاز بيقوم بتخزين الطاقه الكهربيه اللي حين الحاجه اليها. طيب تعالى بينا ما نشوف اول سؤال في المكثف بيقول لنا ايه. المكثف سي 1 مشحون والمكثف سي 2 غير مشحون زي ما احنا شايفين. طيب السي 1 بسي والسي 2 ب 3 سي. طب بيقول لنا لما نغلق المفتاح ده المكثف سي 1 هل شحنته هتقل ولا هتزيد؟ وهتصبح قد ايه؟ اهو شوف كده الاختيارات، هتزداد للضعف ولا تقل للنص ولا تزيد 4 امثالها ولا تقل للربع. تعالى كده بينا ما نفكر، مش المكثفين على التوالي يا جماعه؟ يبقى ده اكيد ان الشحنه لما بتتجزأ عليهم بتتجزأ بنسبه طرديه مع السعه. ليه؟ مش انا عارف ان كيو تساوي سي في، وده معناها ان الكيو والسي علاقه طرديه وبيستمر انتقال الشحنه حتى يتساوى فرق الجهد. واخدين بالكم يا شباب؟ يبقى كمان مره، امتى يتوقف انتقال التيار في الدائره اللي قدامي؟ لما يتساوى جهد المكثف الاول مع جهد المكثف الثاني، فعند ثبوت فرق الجهد. في الرسمه اللي قدامنا ايه اللي هيحصل؟
العلاقه ما بين الكيو والسي طردي. يبقى معنى الكلام ده اشوف الكيو الكليه. الكيو الكليه هقسمها على المكثفين بنسبه طرديه مع السعه. تعالى كده هات النسبه بين السعه، يعني السي 1 الى السي 2 كان نسبه كام؟ 1 الى 3 صح؟ يبقى ده معناها الكيو هنقسمها بنسبه 1 ل3 اللي هو ايه؟ ربع كيو و3 ارباع كيو. يعني بعد انقطاع التيار عن الدايره وشحن المكثف سي 2 ستصبح الشحنه المتراكمه على المكثف سي 1 ربع كيو، وعلى المكثف سي 2 3 ارباع كيو. ويلا بينا لما نشوف انهي اختيار صح اهو. يبقى الشحنه فعلا على المكثف سي 1 تقل للربع، وستصبح على المكثف سي 2 3 ارباع، لانها كانت في الاول كيو كامله. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى انا جزأت الشحنه على المكثفين بنسبه طرديه مع السعه، طبعا لان عند الاستقرار بيتساوى الجهد. يلا بينا ما نشوف النمط اللي بعده من الافكار. السؤال رقم 10 في الشكل المقابل، انا عايز اعرف عند غلق المفتاح هيحصل ايه للشحنه المتراكمه على المكثف سي 1 والشحنه المتراكمه على المكثف سي 2. سؤال زي كده عشان احسمه يا جماعه اجيب فرق الجهد على كل منهما، وطبعا دايما الشحنه بتنتقل من الجهد الاعلى للجهد الاقل. يلا بينا نجرب. هنشوف الفي 1. الفي 1 هتساوي كيو 1 على سي 1. الكيو 1 ب 4 كيو، طيب على السي 1 ب 10 مايكرو، 10 مايكرو فاراد. خد بالك هنا هي بالمايكرو، اتفقنا كده؟ هات لي كده بقى الفي 2. الفي 2 هتساوي ايه يا شباب؟ كيو 2 على سي 2. الكيو 2 بكيو، السي 2 ب 20 مايكرو فاراد. مش ملاحظ حاجه؟ ان دي 4 على 10 يعني 4 من 10، دي 1 على 20، يبقى مين الاكبر؟ اذا هنلاحظ ان الفي 1 اكبر من الفي 2، يبقى ده معناها ان المكثف الاكبر في الجهد هيطلع منه الشحنات. ففعلا شحنه الكيو 1 هتقل، والكيو 2 يا شباب شحنتها هتزداد، ويفضل انتقال لحد امتى؟ لحد ما يتساوى الجهدين وينقطع التيار. خدتوا بالكم من الفكره؟ يلا بينا ما نشوف انهي اختيار صح. يبقى كيو 1 هتقل والكيو 2 هتزيد، يبقى تقل تزداد، وهنا الاختيار ج. ونشوف النمط اللي بعده من الافكار. السؤال رقم 11 بيقول لنا في الشكل المقابل يكون المكثف الذي اذا تم حذفه من الدائره لن يؤثر على السعه بين النقطتين A و B. تعالى اديلكم معلومه بقى. الرسمه اللي قدامنا ده اهي، المكثف اللي مش هيأثر على السعه هو اللي موجود في موضع حذف، واحنا خدنا المشهد بتاع الحذف ده في الفصل الاول، وقلنا لما يكون قدامي فرعين اهو، ادي فرعين قصاد بعض، وفي فرعين كمان بيتجمع منهم التيار. ها طيب لو انا جبت النسبه بين الساعات، لو النسبه متساويه الفرع اللي في النص دوت هيتلغي. تعال نجرب كده. 12 على 15 النسبه دي هتطلع بتساوي كام؟ لو احنا قسمت على التلاتة هيبقى 4 على 5. حلو كده؟ طب هات لي كده النسبه ديت 24 على 30. يلا نجرب كده. هي 24 على 30 هتطلع برضو 4 على 5. طلعت نفس النسبة ولا مش نفس النسبة؟ نفس النسبة. ده معناها ان المكثف ده في موضع حذف. لو انا شلته مش هيغير السي داش ولا هيغير المفاعلة السعوية بتاعت الدايرة كلها. وناخد بالنا من السؤال ده يا جماعة. يبقى مين اللي لو اتحذف ما يأثرش على معوقة الدايرة؟ هو المكثف سي 1 اللي قدره 10 مايكرو فاراد. ويلا بينا نشوف الفكرة اللي بعدها. السؤال رقم 12 بيقول لنا في الشكل المقابل تكون الشحنة المتراكمة على المكثف كام؟ طبعا انا شايف في الدايره اللي قدامي مكثف سعته 5 مايكرو فاراد، وعندي مقاومتين 10 10 وفي مقاومه 20. اقول لك على حاجه، ما تعتبرش المكثف موجود اصلا خالص، وبعدين هات لي التيار الكلي. ولو جبت التيار الكلي هل اقدر احسب فرق الجهد بين طرفي المقاومه 20؟ طب ما هو فرق الجهد على المكثف، ولما يكون معايا الفي اللي على المكثف ومعايا سعته اعرف اجيب الكيو بتاعته عادي خالص. عندي تمام شحنه طبعا. يلا نجرب ونشوف. يلا نشوف. يبقى الخطوات كالاتي. هنجيب التيار الكلي. الاي الكلي بيساوي ايه يا جماعه؟ اهو الفي الكلي على المقاومه الكليه. بقول لك اهمل وجود المكثف خالص دلوقتي. الفي الكلي 10 فولت، المقاومه الكليه 10 و10 و20 يعني 40 اوم. هيطلع التيار الكلي ربع امبير. نعرف دلوقتي نجيب الجهد على المقاومه 20 اهو. اقول له كده اذا فرق الجهد على المقاومه 20 الاي
في الار اللي قدرها 20. يعني الربع امبير هينضرب في المقاومة اللي قدرها 20، يبقى 20 في ربع هيطلع 5 فولت. حلو كده؟ يبقى انا دلوقتي جبت الجهد على المكثف اللي قدره 5 مايكرو فاراد. فرق الجهد ما بين طرفينه 5 فولت. دلوقتي اقدر اجيب الكيو المتراكمة على احد لوحي المكثف، اقول بتساوي السي في الفي. السي 5 مايكرو يعني 5 في 10 والسالب 6. الفي ب كام يا شباب؟ 5. فعلا المكثف كان نصيبه من الجهد الكلي 5، يعني 25 في 10 أس سالب 6 كولوم. طبعا نشوف الاختيار. 25 في 10 أس سالب 6 كولوم يعني تعتبر 25 مايكرو كولوم، ويكون معانا الاختيار د. وهي فكرة، ونشوف النمط اللي بعده من الأفكار. السؤال رقم 13 بيقول لنا في الدائره الموضحه بالشكل، الدائره اللي قدامنا ديت عايزين نجيب فرق الجهد بين النقطتين A و B. فمبدئيا كده خطتنا ايه؟ ركز. عشان اجيب فرق الجهد بين النقطتين A و B لازم اجيب الشحنه الكليه. حلو؟ وهيكون معايا الشحنه الكليه والسعه بتاعتهم، اقدر اجيب الفي. يلا بينا ننفذ. يلا سمي الله. السي الكليه مش المكثفات على التوالي، 1 على سي داش عشان اجيب السعه الكليه هتساوي 1 على سي 1 زائد و1 على سي 2 زائد 1 على سي 3 اللي هو 1 على 30، وطبعا ده كله هيطلع 1 على 10. اذا السي داش هتساوي 10 مايكرو فاراد. حلو؟ نقدر دلوقتي بقى نجيب الكيو الكليه. اقول له كده اذا الكيو الكليه بتساوي السي داش في الفي داش. الفي داش بكام كله؟ نرجع ونشوف. الفي الكلي ب 12، يبقى اقول له 12 في اهو 10 في 10 أس سالب 6 في 12 هيطلع الناتج 1.2 في 10 أس سالب 4 كولوم. اقدر دلوقتي ان انا اجيب فرق الجهد اللي ما بين A و B. ازاي اقدر اجيب فرق الجهد بين A و B؟ هقول له كيو على سي. انهي كيو الكليه؟ انهي سي؟ السي داش اللي ما بين A و B بس يا جماعه. يلا يبقى هقول له كده 1.2 في 10 أس سالب 4 على السي داش. ما بين A و B في مكثفين اهم زي ما احنا قلنا 60 و30. 60 و30 توالي هنقول ضربهم على جمعهم، يعني 20 في 10 أس سالب 6 علشان الساعة بالمايكرو كولوم، علشان الساعة بالمايكرو فاراد، فهضرب في 10 أس سالب 6 ونشوف الناتج النهائي يطلع معانا كام. هيطلع معانا ان فرق الجهد بين النقطتين A و B 6 فولت. ففعلا لو انا حاطط فولتميتر كده ما بين A و B في المكان ده كده هيقرا 6 فولت. عرفنا ازاي يا جماعه بنجيب فرق الجهد بين نقطتين في دايره المكثف؟ ناخد بالنا من المعلومه دي، ويلا بينا اما نشوف الفكره اللي بعدها. السؤال رقم 14 بيقول لنا مكثف واداني السعه بتاعته، وطبعا متوصل بمصدر متردد جهده 1000 فولت، وبعدين التردد كان 5. انا عايز اجيب اقصى شده تيار. هقول له كده الاي هيساوي ال في على الاكس سي، مش كده؟ طب الاكس سي اللي هي مين؟ 1 على 2 باي اف سي، يعني الفي اهو 1 على 2 باي اف سي، يعني الناتج هيساوي في في 2 باي اف سي. مباشرة نعوض تعويض مباشر. مباشرة نقدر نطلع قيمة التيار دلوقتي. يلا ننفذ اهو. الاي بيساوي الفي بكام؟ ب 1000 في 2 في 22 على 7. التردد 5. طب السعة الكلية 10 مايكرو، اضرب في 10 أس سالب 6 ونشوف الناتج النهائي هيطلع معانا ايه. هيطلع معايا التيار الكلي 314 من 1000 امبير، وهيكون باختصار كده او بالتقريب هو الاختيار أ. ونشوف مع بعض الفكرة اللي بعدها. السؤال رقم 15 بيقول لنا الشكل المقابل يعبر عن دائرة تحتوي على مصدر جهد متردد واميتر حراري مهمل المقاومة الأومية. يعني ما تاخدش في الاعتبار المقاومة الأومية للاميتر الحراري، وعندي مكثف. حلو قوي. انا عايز اجيب قراية الاميتر الحراري بقى. هقول له كده الاي هيساوي الفي على الاكس سي، ما هو مفيش غيرها مفاعلة اهو. هقول له الاي هيساوي الفي على الاكس سي. الاكس سي اللي هي 1 على 2 باي اف سي، هيبقى في على 1 على 2 باي اف سي مقام المقام بسط، يبقى في 2 باي اف
سي. نشوف الفي بكام. الفي بكام يا جماعه؟ ب 200 في 2. الباي سيبها زي ما هي. ليه؟ علشان الاف ب 500 على باي هيختصر الباي مع الباي. السي اللي هي 1 مايكرو فاراد، يعني 1 في 10 وسالب 6. اطلع دلوقتي قيمه الاي، تعويض مباشر، ونشوف هيطلع معانا التيار كام. هيطلع معانا التيار ب 2/10 امبير، وهيكون معانا الاختيار ألف. ويلا بينا نشوف الفكرة اللي بعدها. السؤال رقم 16 بيقول لنا في الدائرتين الكهربيتين الموضحين بالشكل إذا علمت أن سعة كل مكثف سي. أنا عاوز أجيب إيه؟ أنا عايز أجيب النسبة بين المفاعلة السعوية في المكافأة في الرسمة الأولى إلى المفاعلة السعوية المكافأة للرسمة الثانية. لو تلاحظوا هم مختلفين في التردد والسعة الكلية، صح؟ هقول له كده، مش الاكس سي بتساوي اكس سي داش بتساوي 1 على 2 باي اف سي داش. اذا ايه العلاقه بين الاكس سي والاف والسي داش؟ عكسي. فلو انا عايز اجيب الاكس سي داش للرسمه الاولى على الاكس سي داش للرسمه الثانيه كنسبه الاف 2 سي 2 داش على الاف 1 سي 1 داش. يلا نجرب. الاف 2 بكام يا جماعه؟ الاف 2 ب 2 اف، الاف 1 باف واحده. يبقى اقول له كده 2 اف على اف. طب السي 2 والسي 1، السي 2 داش بكام؟ طبعا السي والسي توازي ب 2 سي، وفي 2 سي يبقى ال 2 سي اهو، يبقى ال 2 سي ده همت توازي. طبعا عشان كده توازي انا قلت سي وسي ب 2 سي. يلا، وفي كمان 2 سي اهو. ال 2 سي وال 2 سي هيبقوا توالي، ضربهم على جمعهم بسي واحده، يعني السي داش هنا بسي واحده. طب هنا السي داش بربع سي. ليه؟ احداهم على عددهم، مش هما توالي، احداهم على عددهم. يلا بينا نشوف. السي داش في الرسمه الثانيه احنا قلنا سي واحده اهي. في الرسمه الاولى ربع سي احداهم على عددهم. نشوف كده الناتج النهائي ممكن يطلع معانا كام. طبعا السي تروح مع السي والاف تروح مع الاف، هيتبقى 2 على ربع يعني 8 على 1، وهيطلع معايا الاختيار ايه؟ الف. ويلا بينا نشوف الفكره اللي بعدها. السؤال رقم 17 بيقول لنا اذا علمت ان جهد النقطه A بتساوي 1200 فولت. انا عايز اجيب شحنه المكثف C2. نركز كده. هو انا عشان اجيب الشحنه اللي داخله المكثف C2 لازم الاول اجيب الشحنه الكليه. طيب، وبيقول لك النقطه B متوصله بالارض ومديلك جهد ايه يا جماعه؟ ما هو لو جهد النقطه هي 1200 وجهد الارض بصفر، معناها ان فرق الجهد ما بين النقطتين A و B، لو تخيلنا دلوقتي ده مصدر مثلا، هيديني 1200 فولت. ليه؟ 1200 ناقص صفر ب 1200، وطبعا الشحنه هتتدفق من النقطه الاعلى جهد للاقل جهد. خلاص، يبقى انا معايا الجهد الكلي، معايا الجهد الكلي. اعرف اجيب الكيو الكليه؟ همشي بالخطوات عادي خالص. هقول له كده الكيو الكليه بتساوي السي الكليه في الفي الكلي، بس خلاص. والفي الكلي ده فرق الجهد اللي ما بين النقطتين A و B كما هو مبين بالرسم. طب السي داش بكام يا شباب؟ طبعا التلاتة والتلاتة توازي، هيطلع 6. ال6 مايكرو فاراد مع ال4 مايكرو فاراد حاصل ضربهم على ناتج جمعهم 6 في 4 على 6 زائد 4، يعني السي داش هتساوي 6 في 4 على 6 زائد 4 يعني 2.4 مايكرو فاراد. يلا بينا نعوض اهو. السي داش 2.4 مايكرو فاراد، سيبها بالمايكرو عادي خالص، هطلع الشحنه بالمايكرو كله عادي مفيش مشكله. فرق الجهد كله ب 1200، اضرب 2.4 في 1200 هيطلع الشحنه الكليه 2880 مايكرو كولوم. يلا بينا نشوف الشحنه الكليه، يبقى الشحنه اللي هتتراكم على المكثف سي 1 2880. تيجي ان هو الشحنه يحصل لها ايه؟ تتجزأ. مش المكثفين دول لهم نفس فرق الجهد، صح؟ الكيو بتساوي سي في، لهم نفس فرق الجهد، اذا تتجزأ الشحنه بنسبه طرديه مع السعه. مش الساعتين قد بعض، يبقى الشحنه تتجزأ بالتساوي. يبقى فعلا الشحنه المتراكمه على
احد لوحي المكثف C2 هتساوي ال 2880 على الاتنين، لان المكثفين هنا يا جماعه قد بعض. طب لو كانوا مختلفين كنت هعمل نسبه ما بينهم، هتتجزأ الشحنه بنسبه طرديه، اشوف النسبه بين الساعات واجيب النسبه بين الشحنات. خدتوا بالكم؟ يبقى هيطلع الناتج 1440 مايكرو كولوم، ويكون معاه الاختيار ب. فكره جديده ناخد بالنا منها، ويلا بينا نشوف النقطه اللي بعدها. السؤال رقم 18 بيقول لنا في الدائره الموضحه بالشكل تكون كل من شده التيار المار في المقاومه 2 اوم وكذلك شحنه المكثف. تعالى كده اما نشوف. عايز اجيب التيار اللي ماشي في المقاومه دي كده، وعايز كمان اجيب الشحنه المتراكمه على احد لوحي المكثف اللي احنا شايفينه. طيب تعالى بينا اما نفكر في الموضوع ببساطه جدا. هو المكثف في الدايره دلوقتي الفرع بتاعه هل بيمر فيه تيار؟ طبعا لا. ليه؟ لان المكثف بيمنع مرور التيار بسبب وجود الماده العازله. يبقى امشي عادي خالص في الدايره اللي قدامك اكن انت مش شايف المكثف. يبقى التيار هيطلع من القطب الموجب للبطاريه، هيمشي كده، هيمشي كده، هيجي هنا يتجزأ على المقاومتين، يتجمع تاني ويمشي كده ويمشي كده ويروح للبطاريه. على فكره انت تقدر دلوقتي تجيب شده التيار اللي ماشي في المقاومه 2. ازاي يا جماعه؟ طبعا هنجيب التيار الكلي ونجزأه. هقول له الاي العام هيساوي اهو، هقول له كده الاي العام هيساوي الفي باتري على الار داش. الفي باتري بكام؟ نرجع 6. طب الار داش الاتنين والتلاتة توازي ضربهم على جمعهم 6 على 5 يعني 1.2، واللي يطلع نجمعه مع الاتنين وتمانية من عشرة يعني هيطلع كام؟ هيطلع الار داش ب4. يبقى اقول له كده الفي باتري كلها ب6، الار داش ب4، يعني هيطلع التيار العام ب1.5 امبير. يجي بقى انا اقول 1.5 نجزأه، هنقول مثلا هنا ده اي 1 وده الاي 2. هو عاوز مين؟ هو عاوز التيار اللي ماشي في المقاومه كام؟ بص يا سيدي في المقاومه 2، يعني عايز يجيب الاي 2. يبقى اقول له كده الاي اللي ماشي في المقاومه 2 اوم هيساوي التيار العام في مقاومه الفرع الاخر 3 على مجموع المقاومتين 5. ما انا هنا بجزأ التيار عادي خالص زي ما اخدت في الفصل الاول اهو. هيطلع الناتج كام يا شباب؟ هقول له 1.5 في 3 على 5، هيطلع الناتج بتاع التيار 9/10 امبير. ففعلا المقاومه 2 اوم هيمشي فيها 9/10 امبير. تعالوا بقى لما نجيب الشحنه اللي المكثف اللي قدامنا ده هياخدها. هو انا عشان اجيب الشحنه بتاعته مش لازم اجيب الفي اللي هو هيستهلكه؟ تعالى بينا لما نطبق كيرشوف. ايه يا مستر كيرشوف ده؟ والله بس الموضوع بسيط، ما تتخضش، بالراحه اهو. هناخد المسار المغلق بتاعنا ده اهو، حلو، وهنطبق كيرشوف التاني، وهنجيب فرق الجهد بين لوحي المكثف. يلا نجرب اهو. هنقول كده سيجما في بي بيساوي سيجما اي ار يا سيدي اهو تاني في المسار المحدد اهو. هنقول سيجما في بي بتساوي سيجما اي ار، وانا ماشي كده في الاتجاه ده كده. انا عندي بطاريه جهدها بالموجب ولا بالسالب يا جماعه؟ دلوقتي بالموجب، يبقى اقول موجب 6. في بطاريه تاني في المسار ده؟ لا مفيش، يبقى اقول موجب 6 هيساوي اهو، موجب 6 هيساوي سيجما اي ار. المقاومه اللي قدرها 2.8 التيار بتاعها مع المسار، يعني اقول ايه؟ اي ار التيار العام بكام؟ انا لسه جايبه ب1.5، يبقى اقول 1.5 في 2.8 اهو، 1.5 في 2.8. حلو، يلا نكمل اهو. انا ماشي كده صح. هل المقاومه دي مر فيها تيار؟ لا، يبقى مش هتستهلك جهد. كل ده بيساوي كام يا جماعه؟ كل ده بيساوي الفي ما بين لوحي المكثف، ما هو مفيش غيره تاني. يعني وانا ماشي في المسار ده كده فرق الجهد على الفرع كله هو اللي هياخده المكثف، لان المقاومه 4 زي ما اتفقنا مش هيمر فيها تيار. يبقى اقول له كده زائد اهو الفي اللي هياخده المكثف، هنسميه مثلا في سي. يلا بينا نطلع بقى قيمه الفي سي اهو. اذا الفي باللوحي المكثف هيساوي، يبقى المكثف هياخد 1.8 فولت. نقدر بقى نجيب الشحنه اللي هتتراكم عليه. هقول لك كيو بتساوي سي في، صح؟ السي بتاعته بكام يا جماعه؟ السي بتاعته ب2 مايكرو فاراد، يبقى اقول له 2 في 10 أس سالب 6 في الفي ب1.8، يبقى 2
في 10 والسالب 6 في 1.8 هتطلع 3.6 في 10 أس سالب 6 كولوم، اللي هي تعتبر 3.6 مايكرو كولوم. خلاص تعالى كده نشوف الاختيار بتاعنا ايه اهو. الشحنة 3.6 مايكرو كولوم، والتيار اللي ماشي في المقاومة 2 كان ب9، وهنا الاختيار معايا د. ودي فكرة جديدة ناخد بالنا منها، وازاي طبقت كيرشوف على المسار اللي فيه المكثف. فكرة عالية ونهتم بيها بعد اذنكم. ويلا بينا ما نشوف فكرة السؤال اللي بعده. السؤال رقم 19 بيقول لنا في الشكل المقابل عند غلق المفتاح كي اي من التغيرات الآتية لا يسبب نقص زاوية الطور. يلا بينا كده ما نشوف. هو لما اغلق المفتاح كي، هو زاوية الطور هي دي دايرة ايه الاول؟ ار ال، يعني التان سيتا هتساوي اكس ال على ار. في حاجة هنا في الاختيارات لا تسبب نقص زاوية الطور، غلق المفتاح. يلا نجرب. هو لما اغلق المفتاح التيار كان في الاول بيمشي في 3 ار. طب لما اغلق المفتاح السلك الفاضي يلغي المقاومة، يعني التيار هيمشي في الاتنين ار بس. فلما تقل المقاومة لما تقل المقاومة الكلية زاوية الطور هتزيد. فعلا لما نغلق المفتاح مش هيسبب النقص، زاوية الطور ده هيسبب زيادتها. يبقى هنا لو اختار ألف. ولو بصينا في الاختيارات الباقية انقاص التردد، هو التردد يا جماعة لما يقل الاكس ال بتقل والزاوية بتقل، وده مش عاوزه. استبدال المقاومة 2 ار باخرى 5 ار، طبعا هو انا لو زودت الار داش طبعا هتقل زاوية الطور وهو مش عاوز كده. انقاص معامل الحث الذاتي، طبعا لو قللنا معامل الحث الذاتي ال لما تقل الزاويه هتقل. يبقى الحاجه الوحيده اللي هتزود زاويه الطور هو الاختيار الف. وطبعا فكره ناخد بالنا منها ونشوف النمط اللي بعده من الافكار. السؤال رقم 20 بيقول لنا في الدائره الموضحه بالشكل مصباح مقاومته ار متوصل على التوالي مع ملف حث. طب وبعدين ما الاجراء الذي يجب عمله لكي يزداد شدة إضاءة المصباح؟ ركز كويس. هو أنا عشان أزود إضاءة المصباح ده نعمل إيه؟ أكيد نعمل إيه في مقاومة الدايرة؟ نقلل مقاومة الدايرة. إيه بقى في الاختيارات ممكن يقلل لي مقاومة الدايرة؟ أيوه برافو عليكم، توصيل ملف مماثل على التوازي مع الملف ده. يعني لو أنا وصلت مع الملف الأولاني دوت ملف آخر زيه بالظبط، هيقل أو هيقلل المفاعلة الحثيه للنص، فالتيار العام هيزيد للضعف والاضاءه هتزيد زي ما هو عاوز. طب هل ينفع ادخل ساق من الحديد المطاوع؟ طب ده انا لو دخلت ساق من الحديد المطاوع ال هتزيد والاكس ال هتزيد والتيار هيقل، فمش هينفع. ازود عدد اللفات هيدي نفس النتيجه. طبعا لو زودنا عدد لفات الملف معامل الحث هيزيد، المفاعله الحثيه هتزيد، يبقى بالتالي التيار هيقل، فمش هينفع. تقليل ام اف، الله انا عايز ازود التيار اروح اقلل له قوه دفعه؟ طبعا مش هينفع. والاختيار الصح هو الاختيار الف. فلازم نمر على الاختيارات كلها ونشوف كل اختيار نفع ليه وما نفعش ليه. خدوا بالكم يا جماعه واحنا بنحل. شوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 21 بيقول لنا في الدائره الموضحه بالشكل تتكون من مقاومه اوميه وملف حث عديم المقاومه الاوميه، فاذا زاد تردد المصدر. تردد المصدر ده لما يزيد، شايفينه؟ لو زاد تردد المصدر هيحصل ايه لقرايه الفولتميتر V1 وقرايه الفولتميتر V2؟ ركز كويس. هو التردد لما يزيد هل هيغير الار؟ طبعا لا. امال يغير مين؟ الاكس ال. طب التردد يزيد يعمل ايه في الاكس ال؟ يزودها. يبقى الجهد اللي هي هتستهلكه هيزيد. وطالما الفي الكل ثابت فنلاحظ ان الفي 1 لازم يقل، بحيث مجموعهم يا شباب هيطلع رقم ثابت. يبقى المفروض هنا نختار ايه؟ ان الفي 2 زاد والفي 1 قل. يبقى لو هنختار الاجابه الف. ويلا بينا نشوف فكره تانية. السؤال رقم 22 بيقول لنا الدائره المقابله تتكون من عنصرين نقيين ال وار. اذا كانت قرايه الفولتميتر ده هو 40، ركز كويس، هو الجهد الكلي 50، الفولتميتر ده بيقول لك قرايته 40 فولت. عايزنا نجيب زاويه الطور بين الجهد الكلي والتيار هتساوي كام؟ طب ما بالراحه، هو الجهد الكلي كام؟ الجهد الكلي 50 فولت. طب المقاومه خدت 40، يبقى الجهد بين طرفي الملف وفقا لقاعده فيثاغورس هيطلع 30 فولت. ليه؟ عشان ال 30 وال 40 محصلتهم 50، فهنا الجمع بتاعهم مش جبري، هنا الجمع اتجاهي.
خلاص انا دلوقتي معايا الفي ال والفي ار، اقدر دلوقتي اجيب له التان سيتا. طبعا هقول له كده التان سيتا بتساوي الفي ال على الفي ار. هو الفي ال بكام؟ 30. طب الفي ار ب 40، واعمل على طول شيفت تان، تطلع زاويه الطور كام يا جماعه؟ هتطلع 36 و 9 تقريبا. ونشوف انهي اختيار. طبعا الاختيار ب 37 درجة وهو اقرب اختيار، لان هو قال لي في السؤال تقريبا هيساوي كام. يلا بينا ما نشوف السؤال رقم 23. السؤال رقم 23 بيقول لنا في الدائرة الموضحة اذا كانت القيمة الفعالة للتيار 1 امبير وقيمة المقاومة ار هتساوي كام؟ مباشرة كده من الرسمة اللي قدامي، انا عشان اجيب قيمة المقاومة ار لازم اجيب الجهد الواقع عليها. فكر معايا، الجهد الكلي 50، المكثف خد 30، تتوقع يبقى المقاومة ده اهي تستهلك كام من ال50؟ تستهلك 40. ليه؟ علشان ال30 وال40 محصلتهم 50 زي ما اتفقنا. الجمع هنا يا شباب جمع ايه؟ الجمع هنا جمع، ايوه برافو عليكم، جمع اتجاهي وليس جبري. خلاص انت عايز تجيب الار، هقول لك بتساوي الفي على الاي. الفي اللي عليها ب 40 والاي اللي ماشي في الدايره بواحد، يبقى 40 على 1 ب 40 اوم، ويكون معايا الاختيار د. ناخد بالنا من موضوع ان الجهود لو المكونات مختلفه تجمع الجهود جمع اتجاهي وليس جبري. يعني مقاومه ومكثف يبقى جمع ايه؟ اتجاهي. مقاومه وملف اتجاهي، مقاومه وملف ومكثف اتجاهي. طب لو نوع واحد جبري، يعني كلها مقاومات جبري، كلها مكثفات جبري، كلها ملفات جبري. خدوا بالكم من المعلومه دي. ويلا بينا لما نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 24 بيقول لنا اي من الاختيارات التاليه، وراح مديني اختيارات نقدر نحطها مكان الموضع اكس علشان تبقى زاويه الطور 45. يعني انا عايز اخلي زاويه الطور يا جماعه معانا كام؟ 45 درجه. انا عشان اخلي زاويه الطور 45 نبص كده في الاختيارات، هنحط ايه مكان الموضع اكس ده؟ تعال نجرب. ايه رايك لما نشوف الاختيار الف؟ مقاومه وملف، والملف ده الاكس ال بتاعته ار. هو التان سيتا ساعتها الدايره عباره عن ايه؟ ملف ومقاومه، صح؟ الاكس ال داش جرب كده هيبقى كام اكس ال؟ ادي 2 اكس ال واكس ال، يعني 2 ار وار ب 3 ار. طب الار داش هيبقى في ار موجوده وفي ار هنا، يعني 3 على 2. جماعه هل النسبه دي تدي لك زاويه طور ب 45؟ طبعا لا. عشان تبقى ب 45 زاويه الطور لازم الاكس ال داش تساوي الار داش. لازم الاكس ال داش تساوي مين يا جماعه؟ الار داش. ايوه انا شايف ناس بدات تفكر. الاختيار ب، ركز كده معايا، لو انا خدت المقطع ده حطيته مكان الاكس ايه اللي يحصل؟ تلاقي الاكس ال داش 2 ار وار ب 3 ار. يلا ها الار داش ار و2 ار ب 3 ار. ايه ده؟ تطلع النسبه بواحد. وفعلا لما تبقى النسبه بينهم بواحد هتبقى زاويه الطور ب 45 درجه. ففعلا لو انا حطيت المقطع ب هتصبح زاويه الطور 45 درجه. ويلا بينا اما نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 25 بيقول لنا عند اضافه مكثف على التوالي في الدائره لوحظ عدم تغير قراءه الاميتر الحراري. في هذه الحاله يبقى الاكس سي قد ايه من الاكس ال؟ تعالوا نفكر بالراحه. هو الاي بيساوي ايه؟ الفي على الزد، صح؟ هنشوف الزد قبل والزد بعد. لو فضلت الزد ثابته يبقى فعلا هنلاحظ ان بعد اضافه المكثف ما اتغيرش التيار. يبقى قبل اضافه المكثف الزد 1 كانت بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال تربيع. عايز اعرف لما اضيف مكثف هيبقى الزد 2 هتساوي ايه؟ جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص الاكس سي، كل ده تربيع مش كده؟ طب رد عليا، انا نفسي النتيجه تفضل اكس ال تربيع، يعني تفضل المقدار ده زي المقدار ده. انا نفسي المقدار ده اهو، نفس المقدار ده يساوي المقدار ده. ده لو حصل الزد هتفضل بتساوي الزد، صح ولا غلط؟ تيجي يلا نساوي الطرفين ببعض ونشوف اهو. شوف وركز معايا، هنكمل هنا. انا نفسي الاكس ال داش تساوي اكس ال ناقص اكس سي تربيع.
طبعا لما نربع الطرفين هنا هيبقى اكس ال تربيع هتساوي مربع الاول يلا وربع التاني ناقص 2 في الاول في التاني. يلا بينا نشوف بقى ايه الحاجات اللي ممكن نختصرها. ركز كده معايا. الاكس ال تربيع هتطير مع الاكس ال تربيع، وسالب 2 اكس ال اكس سي هتروح الطرف التاني بموجب، يبقى 2 اكس ال اكس سي. ونشوف كده الاختيارات. هنختار ايه يا شباب؟ هنختار جيم. هنا الاختيار جيم، وناخد بالنا من الفكره دي ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 26 بيقول لنا في الدائره المقابله اذا كانت الاكس ال بتساوي الار فعند غلق المفتاح تكون زاويه الطور كام؟ تعال نكتب القانون قبل الغلق وبعد الغلق. هو قبل الغلق التان سيتا كانت بتساوي اكس ال على ار، صح؟ لان كان التيار بيمر بس في دايره المقاومه والملف. طب لما نغلق المفتاح هتلاقي بقى التان سيتا هتساوي، طبعا لما نغلق المفتاح يبقوا الملفين على التوازي، يعني الاكس ال داش هتقل، فبالتالي لما تقل الاكس ال داش فبالتالي زاويه الطور هت ايه يا شباب؟ هتقل عن ما كانت، لان المفاعله الحثيه قلت للنص، فزاويه الطور هتقل. يبقى المفروض نختار ايه؟ نختار الف. يبقى الاختيار عندي هنا الف. ويلا بينا اما نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 27 بيقول لنا الشكل المقابل يوضح دائره ار ال سي موصله بمصدر تيار متردد. خلاص ادالك الجهد بتاعه 200 فولت وتردده 50، ومستعينا بالشكل المقابل هات لي الزد. طب انا عشان اجيب الزد لازم يكون عندي الاكس سي والاكس ال، يبقى هنجيب الاكس سي وهنجيب الاكس ال ونطبق في قانون عادي خالص. اتفقنا؟ طيب يلا بينا نجيب الاكس ال الاول. يبقى الاكس ال بتساوي 2 باي اف ال 2. الباي خليك ذكي عوض عنها ب 22 على 7. ليه؟ لان معامل الحث ب7 على 22، فيبقى في اختصار بس مش اكتر يعني. ويكون الاف ب50 في معامل الحث احنا قلنا 7 على 22، طبعا هيطلع الناتج 100 اوم. بالتعويض هيطلع 100 اوم. نجيب الاكس سي 1 على 2 باي اف سي، ونشوف 1 على الباي ب 22 على 7، الاف ب50 في السي 5.3 في 10 أس سالب 5 اهو. السي 5.3 في 10 أس سالب 5. ونشوف الاكس سي هتطلع معانا كام. هتطلع معانا المفاعله السعويه يا جماعه 60 اوم. هو عايز مين بقى؟ هو عايز الزد. بقول له كده الزد هتساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي كل ده تربيع. يبقى اقول له جذر الار بكام الاوميه في الدايره؟ 30 اهو. يبقى اقول له 30 تربيع زائد الاكس ال ب 100، الاكس سي ب 60 تربيع. طبعا هيطلع الناتج 30 تربيع زائد 40 تربيع. كل ده تحت الجذر هيطلع ب 50 اوم، وهيكون معايا الزد ب 50 اوم، ويكون معايا الاختيار ايه يا شباب؟ الف. طبعا فكره جت قبل كده في امتحان ناخد بالنا منها. ويلا بينا ما نشوف الفكره اللي بعدها. السؤال رقم 28 بيقول لنا في الدائره الموضحه بالشكل عند غلق المفتاح كيف ان زاويه الطور يحصل لها ايه؟ نكتب القانون ونشوف اهو. هقول له كده التان سيتا بتساوي، هي دي دايره ايه؟ ار ال، يبقى هقول له اكس ال على ار. هو لما اغلق المفتاح كانت في الاول الار داش ب 2 ار. حلو. طب لما اغلق المفتاح هتبقى الار داش بار واحده، لان المقاومه دي هتتلغي. يبقى ده معناه ان لما المقاومه تقل الزاويه تزيد على طول. يبقى اختار ايه؟ تزداد زاويه الطور. السؤال رقم 29 بيقول لنا الشكل المقابل عند غلق المفتاح كي اهو. ادي الشكل. لما نغلق المفتاح كي عايز يعرف زاويه الطور هتزيد ولا هتقل ولا هتفضل ثابته. مهم جدا نحدد الاول. كانت الاول الدايره عباره عن ايه؟ كانت التان سيتا بتساوي الاكس ال على ار، وكانت الزاويه ديت حاده تقع في الربع الاول لو نفتكر، وفيها الجهد كان بيسبق التيار، مش كده ولا ايه؟ بزاويه سيتا حاده يعني. طب لما نغلق المفتاح ساعتها المقاومه ده تتلغي، تبقى دايره ايه بس يا جماعه؟ دايره ملف. ساعتها تصبح دايره ملف
وفي الحاله دهيت الجهد يتقدم على التيار بزاويه 90. يعني زاويه الطور كانت في الاول حاده بقت قايمه، يبقى معناها الزاويه هتزيد، لان في الدائره بعد الغلق ستصبح دائره ملف فقط. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا فكره مهمه جدا ناخد بالنا منها. ويلا بينا ما نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 30 بيقول لنا في الشكل مصباحان متماثلان متصلان بمصدر يمكن تغيير تردده. عايزنا اعرف هو لما ازود التردد المصباح اكس وواي هيحصل لهم ايه؟ ركز كويس. هو لما التردد يزيد الاكس ال يحصل لها ايه؟ الاكس ال هتزيد. طب والاكس سي هتقل. فعلى طول لما المفاعله الحسيه تزيد الاضاءه تقل بتاعت اكس، ولما المفاعله السعويه تقل اضاءه واي هتزداد. يبقى لو هختار هقول له تقل اكس وتزداد واي، تقل اكس وتزداد واي، ويكون معايا الاختيار الف. ويلا بينا نشوف الفكره اللي بعدها. سؤال رقم 31 هو جايب لي دايره مهتزه بقى، وبيقول لي انا عايز اجيب سعه المكثف اللي هتخلي لي التردد 80. طبعا انا عندي تعويض مباشر في القانون بتاعنا، قانون الدائره المهتزه. الاف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي، ونعوض تعويض مباشر. انت عايز التردد 80 هيساوي 1 على الباي ب 22 على 7 جذر. شوف ال والسي بقى. ال بكام؟ ال ب2. اعرف اجيب السي؟ طبعا اجيب عادي خالص السي، اقول له 2 في سي. طبعا نربع الطرفين ونطلع النتيجه النهائيه ونشوف هيطلع معانا كده السي بكام. طبعا الباي هنستخدمها الافضل ب 3.14%. ليه؟ عشان هو قل على قيمتها. يبقى ناخد بالنا يا جماعه استخدم قيمه الباي اللي هو مديهاني اهو، قال لك الباي ب 3.14%، ونشوف النتيجه النهائيه. اذا قيمه السي بتساوي، هيطلع معايا سعه المكثف طبعا اللي هتعمل التردد اللي احنا اتكلمنا عليه ده 1.98% في 10 أس سالب 6. السؤال رقم 32 بيقول لنا مصباح مكتوب عليه 10 واط اللي هي الباور بتاعته، و20 فولت اللي هو فرق الجهد الواقع عليه، متوصل مع ملف حث عديم المقاومه الأمية. يبقى هي دايره ار ال اللي هو ايه؟ المصباح يعتبر ار اهو، وملف الحث يعتبر ال. دول متوصلين مع ايه؟ ونركز، متوصلين مع مصدر متردد. خلاص ادي المصدر المتردد. قال لك ايه؟ تردده كام؟ 35 هرتز وجهده 25. يبقى المصدر ده جهده 25 فولت وتردده 35 ايه؟ 35 هرتز. هو عاوز ايه؟ هو عاوز معامل الحث بتاع الملف اللي لو موجود هيخلي المصباح ده ينور بكامل اضاءته. تعال بينا نفكر بالراحه. هو امتى المصباح ينور بكامل اضاءته؟ لما ياخد الجهد بتاعه كله، صح؟ طب الجهد الكلي كام؟ 25، وهو عايز ياخد 20 فولت علشان ينور بكامل اضاءته. هل اقدر اجيب دلوقتي الجهد الواقع على الملف؟ طبعا من فيثاغورس اهو. الفي الكلي يساوي الجذر التربيعي للجهد بتاع المقاومه تربيع زائد جهد الملف تربيع. اجيب جهد الملف، ولو جبت جهد الملف نقدر دلوقتي نجيب التيار اللي ماشي في الدايره. طبعا اقدر اجيب التيار اللي ماشي في الدايره، ما انا معايا الباور بتاعه اللمبه ومعايا كمان الجهد بتاعها. اقدر اجيب تيار الدايره. بقى معاك تيار الدايره خلاص، ومعاك الجهد بتاع الملف. تعرف تجيب الاكس ال؟ طبعا. ولو جبت الاكس ال اعرف اجيب ال؟ طبعا. هي خطوات كده متسلسله. يلا بينا اما ننفذ بسرعه مع بعض. الفي الكلي اقول له 25. يلا نربع الطرفين بقى مره واحده، يبقى 25 تربيع بيساوي الفي ار المقاومه بتاعه المصباح 20 اهو، يبقى اقول له 20 تربيع زائد الفي ال تربيع. تطلع الفي ال بكام؟ 25 تربيع ناقص 20 تربيع 15 فولت. يبقى ده معناه ان الملف خد 15 فولت. يلا هات لي تيار الدايره، مش انا معايا الفي اللي على اللمبه ومعايا الباور بتاعتها. اقدر اجيب التيار، اقول له الاي بيساوي تيار الدايره بيساوي باور على في. الباور بكام يا جماعه؟ قال لي 10 والفي 20، يبقى اقول له 10 على 20، 10 على 20 يعني نص امبير. اذا الاكس ال بتساوي الفي على الاي، الفي 15 على نص
تطلع كام؟ 30 اوم. خلاص بقى معاك الاكس ال، هات لي ال. اذا معامل الحث بيساوي اكس ال على 2 باي اف. الاكس ال ب 30 على 2 في باي، الباي بكام؟ ب 22 على 7. طب التردد قال لك المصدر تردده 35، يبقى هقول 30 على 2 في 22 على 7 في 35. هيطلع كام يا جماعة؟ هيطلع 3 على 22، يعني معامل الحث بتاع الملف 136 من 1000 هنري. ده لو حصل وتوصل ساعتها المصباح هينور بأقصى شدة له. كام؟ احنا قلنا 3 على 22. 3 على 22 يعني هيكون معايا الاختيار د. ويلا بينا ما نشوف الفكرة اللي بعدها. السؤال رقم 33 بيقول لنا وصل مصدر جهد متردد وراح مديني تردد المصدر، وبعدين وصلها في دائرة تحتوي على مقاومة أومية مقدارها 1 كيلو أوم. حلو، يبقى المقاومة الأومية اتوصلت مع المصدر ووصل مكون آخر. فرق الطور بين الجهد الكلي وتيار الدائرة ب 45. الله، هو فرق الطور لما يبقى ب 45 يبقى أكيد المكون المتوصل هو قال لك 45 ولا سالب 45؟ 45 بالموجب، يبقى اكيد لما توصل مع المقاومه توصل ملف. حلو، اقول لك كمان على حاجه، اكيد الاكس ال بتساوي الار. ايوه طبعا، لان لما تكون التان سيتا بتساوي اكس ال على ار، يعني التان سيتا ب 45 وهو قالها لي بالموجب، فلازم اقول اكس ال، ما ينفعش اقول اكس سي، يعني ما ينفعش اجيب سيره مكثف خالص. ده كله بيساوي 1. يبقى معناها ان الاكس ال بتساوي الار. هو عاوز ايه بقى؟ ده هو عاوز كمان يعرف الملف حثه الذاتي قد ايه. على طول اعوض في العلاقه دي، اقول له كده بما ان الاكس ال بتساوي الار، اذا 2 باي اف ال بتساوي قيمه المقاومه ار. يلا بينا نشوف قيمه المقاومه ار كام. 1 كيلو اوم، والتردد 50 على باي، يبقى اقول له كده 2 الباي زي ما هي، التردد 50 على باي، معامل الحث اللي انا عايزه كل ده بيساوي الار. الار احنا قلنا كام؟ 9 ولا كام؟ هنا الار بواحد كيلو اوم، يبقى هقول له كده الار بواحد كيلو اوم، يعني 1 في 10 أس 3. اذا انا اقدر دلوقتي اجيب معامل الحث عادي خالص. يبقى هقول له ال هتساوي، طبعا الباي هتروح مع الباي، دول 100، يبقى يطلع الناتج 10 هنري. يبقى فعلا المكون الاخر المتصل مع المقاومه الاوميه ملف حثه الذاتي 10 هنري. يلا بينا كده ما نشوف بقى الاختيار ايه. الاختيار د، ان الملف حثه الذاتي 10 هنري لازم يكون هو قيمته 10 هنري ومتوصل بدايره الايه؟ الملف. وهنا الاختيار معايا د. ويلا بينا ما نشوف الفكره اللي بعدها. السؤال رقم 34 بيقول لنا شكل المقابل، انا عايز اجيب شده التيار اللي ماشيه في الدايره ومديلك الفي ومديلك المعوقات. خلاص عادي خالص، اقول له الاي هيساوي في على زد، ونجيب الزد الاول اهو، يبقى هنعوض تعويض مباشر. هنجيب الزد بتاعت الدايره واقول له الزد بتساوي الجذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي تربيع، ونعوض ونشوف. يبقى اقول له جذر الار بكام في الدايره؟ 6، ماشي، يبقى اقول له 6 تربيع زائد افتح قوس اهو الاكس ال 62 ناقص الاكس سي ب 54، ده تربيع، ونشوف هيطلع معايا الناتج كام. هيطلع قيمة الزد ب 10 اوم. هو عاوز التيار، هقول له الاي بيساوي الفي على زد على طول بقى، ونشوف الفي بكام اهو. يطلع الفي ب 200، يبقى 200 على 10، يبقى 200 على 10 هيطلع الاي ب 20 امبير، ويكون معايا الاختيار ب. وفكرة سؤال ناخد بالنا منها ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 35 بيقول لنا في الدائرة المقابلة عند إزالة المكثف فقط يتقدم الجهد الكلي عن التيار في الطور بزاوية 30 درجة زي ما احنا شايفين اهو. الدائرة اللي قدامنا دي لما بنشيل المكثف بس
الجهد بيتقدم عن التيار بزاويه 30 درجه، يعني هتبقى دايره ار ال على فكره. تمام. وعند ازاله الملف هتبقى دايره ار سي دلوقتي. هيتخلف الجهد عن التيار بزاويه 60 درجه. عاوزني اجيب شريط التيار المار في الدايره. تعالى نستغل كل معطى من المعطيات اللي مديهاني. زلنا المكثف، الجهد تقدم عن التيار بزاويه 30 درجه، ونكتب قانون زاويه الطور. في حاله دايره الملف التان سيتا بتساوي الاكس ال على ار، صح؟ قال لنا زاويه الطور كام درجه؟ 30 درجه، يبقى اقول له تان 30 بتساوي الاكس ال على الار بجذر 300. نقدر دلوقتي نجيب الاكس ال، نشوف الاكس ال هتطلع لنا كام اوم. هتطلع معانا الاكس ال ب 10 اوم. تمام كده؟ تعالى اما نشوف تاني حاجه هو عملها، رفع من الدايره الايه؟ الملف. الدايره اللي قدامنا لما نرفع منها الملف هتبقى دايره ار سي. قال لنا الجهد يتخلف عن التيار بزاويه 60 درجه. اروح اطبق في القانون بتاعنا ونقول التان سيتا في الحاله دي هتبقى دايره ار سي هتساوي الاكس سي على ار اهو. يبقى اقول له تان 60 بتساوي الاكس سي اللي انا عاوزها على الجذر 300، ونشوف قيمه الاكس سي هتطلع بكام. هتطلع الاكس سي ب 30 اوم. دلوقتي نعرف نجيب الزد عادي خالص عشان نحسب التيار، ونقول الزد بتساوي الجذر التربيعي ليه ار تربيع زائد الاكس ال ناقص الاكس سي، كل ده تربيع. يلا بينا نكمل ونشوف اهو. الجذر التربيعي الار تربيع هي اصلا جذر 300 تربيع، يبقى ب 300 زائد الاكس ال 10 والاكس سي 30، يبقى 10 ناقص 30، كل ده تربيع. ونطلع قيمه الزد وهتطلع معانا 10 جذر 7 اوم. يبقى الزد طلعت 10 جذر 7 اوم. نعرف دلوقتي نجيب التيار اهو عادي خالص. بقى نقول ايه؟ الاي بيساوي ايه يا شباب؟ الفي على الزد. طب نشوف الفي بكام؟ مديني الفي ب 200 اهو. يبقى نقول الفي ب 200، الزد ب 10 جذر 7، ونطلع قيمه التيار 200 على 10 جذر 7، هيطلع التيار 7 علامه 56% بالتقريب امبير. ونشوف ده انهي اختيار يا شباب اهو. احنا عندنا كده يكون الاختيار ب. وفكره سؤال مهمه جدا جدا ناخد بالنا منها. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 36 بيقول لنا بدراسه تغيرات المعوقه الكليه للدائره الموضحه بالشكل اهو. الدائره اللي قدامنا لقينا ان المنحنى البياني اللي بيعبر عن العلاقه بين الزد والاف بيمثل بالشكل ده. خلاص. هو عاوز ايه؟ عايز يجيب قيمه معامل الحث الذاتي وكمان شده التيار في حاله الرنين. عادي خالص. هو عند النقطه دي مش الزد ب 8 والتردد ساعتها ب 500، واعرف ان عند النقطه ديت لما تبقى الزد اقل ما يمكن انها هتساوي قيمه المقاومه الاوميه، والاكس ال بتساوي الاكس سي. حلو. هو مديني معامل الحث مش معلوم، يعني هنا هو عاوز معامل الحث، يعني معامل الحث هنا مجهول، انما الساعه موجوده. طب يلا كده ما نشوف هو عاوز ايه. هو عاوز التيار ومعامل الحث. عادي خالص. هروح اقول له الاي بيساوي في على ار، لان الزد هي الار اهو. هقول له كده الاي بيساوي الفي على الزد، والزد هي الار، والفي في الرسمه بكام؟ 12 اهو. يبقى 12 كجهد، المعوقه ب 8، ويبقى 12 على ال 8 ب 3 على ال2، يعني 1.5 امبير. طب انت عاوز تجيب ايه كمان؟ عايز تجيب معامل الحث. خلاص نقول له ساعتها الاكس ال بتساوي الاكس سي. ممكن نساويهم ببعض ونفك كل واحد ونجيب الايه؟ ال. او ممكن واحد يقول لي يا مستر مش دي حاله رنين؟ اهي الرسمه دي عند حاله الرنين ده اهي. التردد كام؟ هقول له التردد 500. يقول لي انا حافظ قانون بيقول لنا الاف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي، ونعوض عن الاف ب 500 هيساوي 1 على 2 الباي. نشوف كده الباي هل مديني رقم ليها؟ لا مش مديني رقم ليها. حط انت اي رقم. يبقى 2 في الباي ب 22 على 7 او 3.14 مش فارقه، في جذر ال اللي انا عاوزها
والسي عندنا بكام؟ 10 مايكرو فاراد، يبقى اقول 10 في 10 اس سالب 6. وطبعا نقدر دلوقتي نطلع قيمه ال وتبقى بالهنري ونشوف هيطلع معانا القيمه كام. يبقى كده يا جماعه هيطلع معايا معامل الحس 1/100 هنري. ويلا بينا اما نشوف الاختيار الصح ايه. طبعا التيار ب1.5 ومعامل الحس ب1/100، ويكون معايا الاختيار ج. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 37 بيقول لنا مكثفان سعتهما C1 و C2، علما بان C1 بتساوي 2 C2 متوصلين على التوالي مع مصدر. عايز يشوف الشحنه المتراكمه على المكثف C1 قد ايه من C2. مش على التوالي يا جماعه، الكيو ثابت وانا عارف الكيو بتساوي C في الفي، مش كده ولا ايه؟ طيب طالما على التوالي يبقى ده معناه ان الكيو كونست، فبالتالي الشحنه المتراكمه على احد لوحي المكثف C1 هي الشحنه المتراكمه على احد لوحي المكثف C2، ويكون الاجابه هنا ج. ونشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 38 بيقول لنا ملف يتصل ببطاريه قوتها الدفعه الكهربيه 12 فولت ويمر فيه تيار شدته 1 امبير. طب حلو جدا. طب وبعدين؟ المهم في الاول خالص لما احنا استبدلنا البطاريه بمصدر متردد تردده 50 لنفس قوه الدفعه، التيار بقى 6/10. تعال بينا لما نشوف تسلسل الاحداث اللي بيقولها في السؤال. انا كان عندي دلوقتي ملف اهو، الملف اهو كان متوصل ببطاريه، ادي الملف ادي البطاريه. البطاريه كانت 12 فولت، مر تيار في الدايره قدره 1 امبير. طيب هل تعلم ان ساعتها مفيش حس ذاتي؟ اللي بيمنع بس التيار هي الار الاوميه. يبقى هو مديني الرسمه الاولانيه عشان اجيب الار الاوميه للملف اللي بتساوي في باتري على اي، واشوف الفي باتري ب 12 والاي ب1، يبقى المقاومه الاوميه للملف ب 12. تعال اما نشوف هو عمل ايه. وصل الملف بمصدر للتيار المتردد اهو. يبقى تاني رسمه، الملف ذات نفسه وصله بمصدر للتيار المتردد اهو. لان التيار قل، التيار اللي ماشي في الملف قل، بقى كام؟ بقى 6/10. نرجع اهو 6/10 اوم. اهو 6/10 امبير. حلو تمام. والمصدر ده ليه نفس القوه الدفعه بتاعت المصدر المستمر، هو اللي قال 12 فولت برضو اهو، قال لي نفس القوه الدفعه الكهربيه للبطاريه. حلو قوي. دلوقتي التيار لما يمر هيقابله ممانعتين. هو طبيعي ان التيار يقل من 1 ل6/10، اصل الزد زادت لان بقى هنا في اكس ال ساعتها، مش كده ولا ايه؟ هل نعرف نجيب من هنا ال؟ طبعا. ازاي؟ اقول له هنجيب الزد الاول، هنقول الفي على الاي. الفي ب 12 والاي 6/10، ونشوف النتيجه. 12 على 6/10 هيطلع 20 اوم. خلاص تمام جدا. تعالى بينا بقى لما نجيب الاكس ال عشان نجيب ال. خلاص هقول له الزد بتساوي الجذر التربيعي ار تربيع زائد اكس ال تربيع. شوف الزد بكام؟ الزد ب20 بتساوي، بس ايه رايك لما نربع الطرفين بقى؟ يلا 20 تربيع هيساوي الار 12 تربيع زائد الاكس ال تربيع. من هنا نقدر نجيب الاكس ال. تطلع الاكس ال بكام يا جماعه؟ هتطلع الاكس ال ب 16 اوم. خلاص نعرف بقى دلوقتي بعد ما بقى معانا الاكس ال نجيب معامل الحث. نقول له الاكس ال على 2 باي اف اهو. الاكس ال على 2 باي اف، ونعوض تعويض مباشر. الاكس ال بكام؟ 16. 2 الباي ب 22 على 7. طب تردد المصدر المتردد اللي قال لنا عليه، قال لنا تردده بكام؟ 50 هرتز. 50 هرتز اهي، بس يبقى اقول له في 50. اذا معامل الحث هيساوي 5/100 هنري. خلاص ماشي. طب ركز كده، هو عايز سعة المكثف اللي هيتضاف. بيقولك اذا وصل مكثف مع الملف على التوالي تعود شدة التيار ل1 امبير كما كانت. طب دي معناها ايه؟ سؤال جميل جدا. هو انا لما احط الملف ومعاه مكثف
والتيار يرجع تاني 1 امبير زي ما كان لما كانت دايره مقاومه اوميه. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان المكثف اللي ادمج في الدايره الاكس سي بتاعته بتساوي الاكس ال للملف، لان الدايره رجعت تاني مقصوره فقط على المقاومه الاوميه. يا حبيبي بالبلدي كده عمل لك حاله رنين. هو عايز السي، اقول له عادي خالص، طالما عاد التيار الى حالته الاولى الزد بقت بتساوي الار يعني، فده معناه ان الاكس سي هي الاكس ال. خدت بالك؟ طالما التيار رجع 1 امبير زي ما كان، يبقى ده معناه ان الزد الجديده بعد اضافه المكثف سوت الار، والاكس سي بتساوي الاكس ال. نفك دي ونفك دي، يلا بص كده وركز. الاكس سي 1 على 2 باي اف سي، انا هعوض مره واحده الاف ب 50 في السي اللي انا عاوزها، ده كله هيساوي الاكس ال اللي انا لسه جايبها من شويه 16. اذا اقدر اجيب من هنا سعه المكثف. هنقول ايه بقى؟ نعمل مقص، هيطلع معايا الناتج على طول كام يا شباب؟ 1.98 او بالتقريب 1.99 في 10 أس سالب 4، وتبقى وحدة قياس السعة بالفاراد. خلاص يبقى أنا كده جبت السعة أهي، وجبت كمان معامل الحس. يبقى السعة طلعت 1.99 في 10 أس سالب 4، ومعامل الحس طلع 5 ويلا بينا اما نشوف ده أنهي اختيار عندي هنا. أهو معامل الحس 5 والساعة 1 علامة 9 في 10 أس سالب 4، ويكون هنا معايا الاختيار ج. ويلا بينا نشوف الفكرة اللي بعدها. السؤال رقم 39 بيقول لنا دائرة تيار متردد بها ملف حث ومكثف ومقاومة مستعينا بالشكل تصبح للدائرة خواص حثية عند انهي تردد؟ تعال اما نشوف. النقطة اللي انا محددها دهيت دي حالة الرنين اللي عندها الزد بتساوي الار، اللي عندها الاكس ال بتساوي الاكس سي. خد بالك دي حالة الرنين. اذا عند النقطة بي الدايرة لها خواص اومية، صح؟ طيب ما قبل ذلك تتوقع كده التيار كان اقل ما يمكن، مش كده ولا ايه؟ طيب انا عايز اعرف ما قبل بي الدايرة لها خواص ايه، وما بعد بي لها خواص ايه. اتفقنا عند بي لها خواص اومية، يبقى عندي بي اومية. طيب ما قبل بي لا خواص سعوية، لان ساعتها يا جماعة لو احنا رجعنا لمنحنى الزد والاكس سي والاكس ال مع الاف، هتلاقي عند النقطة ايه مثلا، يعني عند ترددات صغيرة الاكس سي هتبقى اكبر من الاكس ال، وطالما الاكس سي اكبر من الاكس ال يبقى الدايرة لها خواص سعوية. طب بعد النقطة بي هنلاحظ ان الزد طبعا هتزيد تاني، بس انا يهمني الاكس ال والاكس سي. هتلاقي الاكس ال هي الاكبر والاكس سي اقل، فبعديها هيبقى الدايره لها خواص حثيه. هو بيسال على انهي خواص؟ الخواص الحثيه. يبقى هقول له اما النقطه سي او النقطه دي. يلا نشوف اهو. يبقى نختار ايه؟ التي لها خواص حثيه النقطه سي، ودي لها خواص حثيه. اما النقطه ايه لها خواص سعويه، والنقطه بي لها خواص اوميه. هو عايز الحثيه وعشان كده اخترنا د. تعال ما نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 40 برضو مبني على فكره مشابهه. بيقول لنا في دائره التيار المتردد كما بالشكل مستعينا بالشكل انا عايز اخلي جهد المصدر بيساوي فرق جهد من طرفي المقاومه. يعني بيقول لك انا عايز اخلي الفي مصدر بيساوي الفي ار. بص بالبلدي كده هو بيقول لك انا عايز اشوف انهي حاله رنين من الاخر. ما هو فعلا الفي مصدر بيساوي الفي ار لو الزد سوت الار، يعني الاكس ال ساوى الاكس سي، وده هتلاقيه موجود عند النقطه سي بس. فعلا عند النقطه دهيت بيبقى الزد بتساوي الار، وجهد المصدر سيقتصر فقط استهلاكه في المقاومه الاوميه. فبالتالي هنا اجابه السؤال النقطه سي اهي، النقطه سي فقط، ويكون معايا الاختيار الف. ويلا بينا ما نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 41 بيقول لنا الشكل المقابل يمثل دايره ار ال سي تحتوي على مكثف. عايز اجيب اكبر قيمه فعاله للتيار اللي ممكن تمر في الدايره. الكلمه دي معناها انا عايز التيار ماكس. اقول لك معناها ايه كمان؟ انا عايز الزد تساوي الار عشان الزد تبقى اقل ما يمكن. بالبلدي بيقول لك خليها لي في حاله رنين. انا بقى عايز اجيب ايه؟
انا عايز اجيب اكبر قيمه فعاله للتيار، يبقى لازم الاول نقول له الزد هتساوي الار اهو. يبقى خطوات الحل في اللحظه دي الزد هتساوي الار عشان اجيب اكبر تيار فاخد اقل معوقه، يعني هتساوي 4 اوم، ويبقى الاي بيساوي الفي على الار. بس تعرف ان السؤال كده خلاص خلص. الفي بكام؟ ب 32 على الاربعه، يبقى 32 على الاربعه هيساوي 8 امبير، وكده يكون معايا الاختيار د. دي يا شباب اكبر شده تيار ممكن تمر بالدايره، ان لما تبقى الزد تساوي الار يعني الدايره موجوده في حاله رنين. وسؤال مهم، ويلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 42 بيقول لنا دائره كهربيه مكونه من ملف مفاعلته الحثيه 250، يعني الاكس ال ب 250، ومتوصل الملف ده بمقاومه اوميه ار قدرها 100، ومكثف متغير السعه، وبعدين جهد المصدر كان ب 200، فالتردد بتاعه كان ب 1000 على 44. ركز كده في الكلمه اللي جايه. فوصلت شده التيار الى اكبر قيمه ليها. عارف يعني ايه التيار وصل لاكبر قيمه في دايره الار ال سي؟ ان الدايره في حاله رنين. اقول لك كمان يعني الزد بتساوي الار، يعني معناها كمان الاكس ال بتساوي الاكس سي. طب هو عاوز ايه؟ هو عاوز سعه المكثف اللي هتخلي التيار اكبر ما يمكن. طب ما اهو نعوض في العلاقه دي. يلا نشوف الاكس ال بكام اهو. الاكس ال قال لك ب 250، يبقى اقول له 250 بتساوي 1 على 2 الباي ب 22 على 7. الاف بكام يا شباب؟ نرجع كده 1000 على 44 اهو، 1000 على ال 44 يبقى 2 باي اف سي. نقدر نجيب سعة المكثف بقى. تطلع سعة المكثف لما اعمل مقص 2.8 في 10 أس سالب 5 فراد، اللي هو بما يعادل 28 مايكرو فراد. ونبص كده في الاختيارات اهو. انهي اختيار يا شباب؟ هو الاختيار الف. وناخد بالنا من حالة الرنين اللي بيحصل فيها، بيكون فيها الاكس ال بتساوي الاكس سي، يعني الزد بتساوي الار، يعني التيار اكبر ما يمكن، يعني المعوقة اقل ما يمكن، يعني الدائرة لها خواص اومية، يعني زاوية الطور بتساوي 0، يعني الجهد والتيار متفقان في الطور، يعني الجهد الكلي بيساوي جهد المقاومة فقط. خدتوا بالكم يا جماعة؟ دي كلها الفاظ لو قالها لك في السؤال يبقى الدايرة في حالة رنين. وكده نبقى احنا وصلنا لاخر سؤال معانا في الفصل الرابع، وبالتوفيق ان شاء الله نجتهد ونشد حيلنا. خلاص هانت، فاضل جزء الحديثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.